السؤال 27: لدي مبلغ مالي قدره 4000 ريال وتمام حوله في شهر ذي القعدة، وأخذت منه 400 ريال لشراء أسهم للاستثمار، فكيف تكون زكاتي؟ أولا 4000 ريال فيها زكاة يزكيها في وقتها. 400 ريال لشراء أسهم للاستثمار، إن كان شراء الأسهم للاستثمار لأجل أن يبيع وأن يشتري كما يفعل كثير من الناس، يعطون شركة استثمار أموالهم، والشركة هي التي تنميها وينمونها بشراء الأسهم وبيعها، حينما تنخفض قيمتها يشترونها وحينما ترتفع قيمتها يبيعونها. إن كان بهذا الحال، المصطلح الذي يسمونه في السوق يضارب في الأسهم، فهنا يحسب 4000 أو ما بقي من 4000 التي هي 3600 ريال، ويحسب القيمة السوقية للأسهم. كم قيمتها اليوم في السوق؟ فإن قيل له إن قيمتها اليوم مثلا لنضرب هي ب 400 ريال، لو قيل له إن قيمتها 500 ريال، فهنا عليه أن يزكي 4000 ريال و100، والله تعالى أعلم.